السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، في البداية كده عايزك تكتب في التعليقات حسبي الله ونعم الوكيل، عشان الكلام اللي هتسمعه دلوقتي كلام والله العظيم ثلاثة حصل بالفعل، وكلام حقيقي حصل في مصر، حصل عندنا في مصر. عايزك تكتب دلوقتي حسبي الله ونعم الوكيل، عشان القصة اللي احكيها لك دي لسه حاصلة من يومين بالظبط. عايزك تسمع كده واكتب حسبي الله ونعم الوكيل، واعمل لايك للفيديو ده عشان الكل يستفاد. بصوا يا جماعة، اوقات كتير جدا الطمع والجشع والكذب ممكن يوصلوك انك تعمل اي حاجة، يخلوك تقتل، يخلوك تسرق، يخلوك تزني، يخلوك تخطف، يخلوك تعمل اي حاجة ما ترضيش ربنا. ففي القصة اللي هحكيها لكم النهاردة هي قصة رهيبة جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ الفيديو عايزك تكتب حسبي الله ونعم الوكيل وتعمل لايك للفيديو ده عشان الفيديو ينتشر وكل الناس تشوف الفيديو ده وتتعظ لوجه الله عز وجل. خبر عاجل جدا حصل من يومين بالظبط. في واحد قتل صاحبه، والقصة ما قتلش صاحبه بس، ده قتل صاحبه وقتل مراته وكمان قتل أولاده. عايزك بس تركز معايا واكتب حسبي الله ونعم الوكيل عشان الكلام هحكيهولك بالتفصيل الممل، واسمع معايا كده واعمل لايك للفيديو ده. في البداية واحد وصاحبه، واحد اسمه وليد وصاحبه اسمه جرجس، الاتنين مسيحيين. وليد وجرجس الاتنين كانوا صحاب وكانوا شركاء في احد المحلات في الجواهر، كانوا بيتاجروا في الجواهر، يعني مجوهرات بمعنى صح، الذهب، السبائك، الحاجات دي كلها. فالمهم يا جماعة فضوا الشراكة، خلاص انت في حالك وانا في حالي ومحدش فينا ليه عند التاني اي حاجة. وجرجس خلص وليد بكل شيء، يعني رجع له كل الفلوس بتاعته، فبالتالي كده انت مالكش اي حاجة عندي، وكده خلاص انت في حالك وانا في حالي. بس الصحوبية بينهم دامت وفضلوا صحاب، ومحدش يعرف ايه الشر اللي كان بيدور جوه دماغ وليد. فطبعا يا جماعة وليد طمع وكان عايز ياخد المحل لوحده، ولكن لما فضوا الشراكة جرجس خد المحل وخد كل حاجة وخد المجوهرات، بس طبعا خلص وليد بكل فلوسه، يعني دفع كل الفلوس لوليد. فوليد في يوم من الأيام كان قاعد مع جرجس في بيتهم، وكانوا قاعدين مع بعض عادي جدا، وخرجوا مع بعض بالعربية ومشوا. بعد ما مشوا شوية في وسط الطريق في حتة مقطوعة وفي حتة ضلمة، وليد خرج سلاحه بعد ما وقف بالعربية وضرب جرجس في دماغه بالمسدس وقتله وخلص عليه. ومش بس كده، خده وجره بعد ما ربطه طبعا واتأكد انه مات، جره وحطه جنب السكة الحديد جنب القطر بالظبط. وما اكتفاش من كده بس، ده ركب العربية وطلع على بيت جرجس. والمفاجأة يا جماعة انتوا هتتصدموا من اللي هيحصل دلوقتي من اللي هو عمله. لا، هو ما اكتفاش ان هو قتل صاحبه وعشرة عمره بس، ده راح كمان رن على اهل وليد، رن على اهل جرجس وقال لهم انا جاي. وليد رن على اهل جرجس وقال لهم ان وليد تعب وانا جاي لكم، وانا ان جرجس تعب وانا جاي اخدكم عشان نشوف نوديكم المستشفى ونشوف نطمن على جرجس. فعدى على بالعربيه، قال له ما انا هعدي عليكم بالعربيه واخدكم ونروح. فعدى على اهل جرجس في البيت، وليد عدى على اهل جرجس في البيت. فطبعا كان في هناك مرات جرجس وولاده الاثنين، ولاده الاثنين بنات، فخدهم معاه في العربيه. وفي نص الطريق المفاجأة يا جماعة حصلت. نزل وليد من العربية وقال لهم العربية عطلت، وطلع سلاحه نفس السلاح اللي قتل بيه صديق عمره جرجس، وضرب زوجة جرجس وضرب بناته الاتنين، ضربهم بالنار يعني خلص عليهم. فيا جماعة ده اسمه ايه بقى؟ خلينا كده، يعني عايز حد يكتب لي في التعليقات دي القصة دي يا جماعة مش خيالية، القصة دي حصلت بالفعل عندنا في مصر. القصة دي مش خيالية يا جماعة، دي قصة حصلت بالفعل عندنا في مصر. فانت بقى قول لي بقى ايه رأيك،
وتعليقك ايه على حاجة زي كده. عايزك بس تقول لي تعليقك ايه على حاجة زي كده حصلت بالفعل. يعني انت متخيل واحد يقتل صاحبه ويقتل مرات صاحبه ويقتل ولاده كمان عشان خاطر ايه؟ مش بس كده يا جماعة، طبعا هكمل لكم اللي حصل. فطبعا بعد ما قتلهم غطى العربية بالكامل، غطاها بالفرش، غطى العربية بالفرش. وطبعا طلع على بيت جرجس بسرعة جدا عشان يروح بقى يعمل ايه؟ عشان يروح يسرق البيت بقى ويسرق السبايك. ومن حظه طبعا ان راح لما وصل البيت لقى هناك اللهم صل على النبي، لقى هناك الامن بتاع البيت اللي واقف على البيت. فالحمد لله قدر ان هو يوقفه وما يخلوش يدخل يسرق حاجة. فطبعا وليد ما قدرش ان هو ايه يتخانق مع الامن، لانه خلاص حس ان هو ممكن يتكشف لو اتخانق مع الامن وسابهم. وبعد فترة اعلنت وزارة الداخلية المصرية ان تم القبض على وليد، واعترف ان هو قام بكل ده بعد مراجعة الكاميرات وكل الحاجات دي كلها. بس يا جماعة دلوقتي في كل حاجة بنقولها لازم ناخد منها الحلو اللي فيها وناخد الموعظة والحكمة اللي فيها. هنا يا جماعة طبعا الشراكة في كل الأحوال، حتى لو شراكة أخوك شراكة أبوك أيا كان، الشراكة مش بتدوم بصراحة، لأن بعد كده كل واحد بيطلب بحقه وكل واحد بيبقى عايز حقه، فمش بتدوم خالص. وأنا دي وجهة نظر. فأول حاجة ناخدها من الفيديو ده ونتعلمها يا جماعة، بلاش شرك، بلاش نشارك بعض في أي حاجة لأن بيحصل مشاكل فيما بعد. تاني حاجة ناخدها في الفيديو ده إنك ما تطمحش، وارضى باللي ربنا قسمه لك واللي ربنا كاتبه لك. مش فيش احسن من اللي ربنا كاتبه لك. فانت مهما هتطمع ومهما هتوصل في حياتك ومهما هتعمل في فلوس برضه هتبقى عايز المزيد. ليه؟ لان انت شخص طماع، مش هتحمد ربنا. مش بالرغم ان حصل كده معاهم، ما ناس مسيحيين، بس البني ادم برضه يعني الواحد برضه مش هينفع اقول ده مسيحي وعمل كده عادي فنعدله الموضوع. لا، ان احنا بنتكلم في انسانيه. قبل ما بنتكلم في الدين بنتكلم بانسانيه. طبعا الحاجه دي بتزعل، الحاجه دي بتضايق، الحاجه دي بتخلي الواحد يفكر كتير. طب دلوقتي كده لو رجع بيه الزمن، وليد ده لو رجع بيه الزمن والله ما كان هيعمل كده. وانا واثق وعارف انا بقول لكم ايه، ما كانش عمره كان هيعمل كده. بس للاسف هو مشي ورا دماغه، والشيطان ركب دماغه وخلاص، خلاه بقى قتل صاحب عمره وخلاه قتل اولاده وقتل مراته كمان. فيا جماعة القصة دي والله حصلت بالفعل. يعني ربنا يا رب يعافينا جميعا يا رب، وربنا يسترها علينا جميعا. وبلاش طمع وبلاش شراكة بين أي حد. يعني خليك مع نفسك، وربنا يا رب يكرمنا جميعا. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واكتبوا حسبي الله ونعم الوكيل.